في ظل العصرنة اللي كيعيشها المجتمع خلال السنوات الأخيرة، أشياء كثيرة كانت عيب وعار صبحت عادية عند فئة من الناس، ومن بين هذه الأشياء ممارسة الجنس قبل الزواج. خرجنا للشارع باش نشوفوا رأي المواطنين في هذه المسألة. كيبان ما كاينش المشكل، عادي يقدر الانسان يمارس قبل من الزواج ديالو، سيرتو ولا كان الكوبل هذا بخير مزيان. كتبقى الشريعه الاسلاميه الانسان اللي كيكون متشبت بالدين ديالو وعنده واحد المبادئ اخرين وبغى كيخضع للشريعه بكل ما فيها، كنظن غيبان لي هذا الشيء بيزار وغيبان لي هذا الشيء ماشي معقول، ما كاينش كاع مره، غير هو الواقع اللي كنعيشوه راه شكل اخر. وحنا كنا مسلمين، كنا ما كرهناش نكونوا عباد الله كيف ما هو باغينا، ولكن الشهوات ديالنا والهوى ديالنا نفسنا كتطوعنا لحوايج اخرين. عادي قبل ما تتزوج ماشي كدير مع داك الشيء عادي. خصنا نعيش قبل ما نتزوج، ماشي تزوجوش صافي تفلع عليها تيدوز بها وقته صافي صافي تيفري فيها. كاين اللي عنده الدنيا هانيه، ولكن كاين اللي كيعتبرها مشكل كبير وخط احمر ما كيتعداش. اللي كيكون كيمارس الجنس قبل ما يتزوج، ملي غيتزوج المده كتكون محدوده، فهمتي، من بعد كيكون ديك الطريق ديال الزواج ديالهم، يعني هو علاش غيبقى معاها، كيقول مادام انا داك الشيء اللي بغيتو خديتو منها قبل ما تزوجوا. تمشي لدارها عند راجلها عاد باش تمارس هي وياه الجنس، حيت كيوقعوا مشاكل قبل. الراجل ماشي مشكل، ولكن المرأة ديما بقى عايره بها، نهار خصو قادر الحلال ديالو ديك الساعه هو حر. واخا زعما تطور المغرب وحنايا ديما في تطور، ولكن كنبقاو حنا بلد اسلامي، دونك الغريجيون تاعنا حنا ماشي بلد علماني تاع فصل الدين على السلطه، كنبقاو حنايا انسان مسلم. بالنسبه لا براتيك سيكسويل افون المارياج، انا جو كو هي ماشي نورمال وماشي ضروريه، شي حاجه اللي ما خصهاش تكون بالنسبه للناس كاملين، حيت بروميير دي شوز سا في با بارتي دو نوتر ريليجيون، اي دوزيام دي شوز الا ما دارتش مشاكل ما كتنفعش، الحاجه اللي ما كتنفعش ما عندنا علاش نديروها. ديما كنرجعوا للتقاليد ديالنا، شي حاجه اللي ما خصهاش تكون ما خصهاش تكون، يعني حتى من بعد الزواج عاد كتكون واحد الحاجه. نقدروا نلقاوهم بقاو مع بعضياتهم مده كبيره، هما كيمارسوا الجنس مع بعضياتهم عادي، اون فوا كيسدوا على بعضياتهم ثاني كيمشي هذاك الحب وهذاك الشيء اللي كان كله كيمشي من بعد. كنصحهم ما يعملوش هذا الشيء قبل الزواج، مش ضروري. فساد، خاطر فساد حشومه حرام، فساد بعضياتهم جوج فساد الاخر ولا خطر. هذا ما تنتفقش عليها نهائيا، الا كنت نتفق عليها راه بغيت انا ولادي بناتي وخواتاتي وهذه حتى هما ماشي مشكل، ولكن ما تنتفقش عليها، حرام. تنتمنى من الله بان البنات يكونوا واعيات من هذه القضيه. كل واحد والرأي ديالو، هو حر فيه ومسؤول عليه، وهذه غير حاجه من بين حوايج كتار.